التنين الأعظم في العالم يتساقط من بين جفاف مرعب يضرب أنهاره، وأزمة اقتصادية مرعبة تحاول الحكومة الصينية إخفاء عن أعين وسائل الإعلام. الجميع يراقب ما يحدث. هل سينهار التنين الصيني؟ فأي أزمة ستحدث في الصين ستتسبب في أزمة وانهيار اقتصادي عالمي. ففي عام 2009 حينما حدثت الأزمة الاقتصادية العالمية حدثت بسبب انهيار سوق العقارات الأمريكية، والآن يعاد نفس السيناريو بشكل مرعب ومخيف في الصين، مما سينذر بكارثة. فماذا يحدث للتنين الصيني؟ انهيار سوق العقارات في الصين. ناطحات السحاب تسقط مثل أحجار الدومينو، وهذا ما يحدث لسوق العقارات حرفياً. فالبلد الذي بنته خلال آخر 10 سنوات عقارات ومباني لم يبنيها العالم كله مجتمعاً طوال 100 عام على موعد مع مستقبل مخيف. البلد التي لم تشهد مظاهرات في آخر 50 عام خرج فيها آلاف الصينيون يهتفون وينددون بالحكومة والرئيس. حلم الشعب أن تمتلك منزلا في الصين فهو علامة على مكانة وشأن كبير، لذلك أصبح حلم الشعب الذي يعيش في شقق مستأجرة أن يمتلكون منازلا في ناطحات السحاب والتي تبنيها الصين يوميا. فتخيل عزيزي أن العائلات الصينية كانت تعيش لسنوات في جوع وحرص شديد وتقليل النفقات بشدة، فكانوا يدخرون 70% من دخلهم الشهري حتى يحققوا حلمهم في شراء منزلهم الخاص. فتبني الصين ملايين وملايين الشقق بشكل لم تشهده البشرية كلها في التاريخ، وازدهرت تجارة العقارات حتى أن الشركات كانت تبيع كافة الشقق قبل حتى البدء في بنائها. كيف تحقق المليارات بدون رأس مال؟ كل ما عليك أن تفعله أن تشتري أرضاً وتكون معك سيولة نقدية تكفي فقط لربع تكلفة المشروع، وبعدها تعلن عن فتح باب الحجز لتجمع الأموال الطائلة لتبدأ بناء مشروعك بأموال المشترين. وأما ربع تكلفة المشروع يمكنك بسهولة الحصول عليها من خلال قرض بنكي، بمعنى أن المطورين العقاريين جمعوا المليارات بدون حتى رأس مال، فقد باعوا الهواء حرفيا وجمعوا من الهواء أموالا لا حصر لها. حلم الشعب ينهار بسبب ارتفاع أسعار العقارات بشكل رهيب. تحول 80% من الشعب الصيني وسحبوا أموالهم من البنوك وبدأوا في شراء العقارات والاستثمار بها، ومن لا يملك أموالا كان يأخذ قروضا ليشتري بها العقار، ومن ثم يبيعه بعد ارتفاع ثمنه بعد عدة سنوات، متوقعين ارتفاع أسعار الشقق السكنية باستمرار وجني الكثير من المال. ولكن تبدأ الكارثة. يسدد الصينيون أقساط عقاراتهم على أمل استلامها بعد عدة سنوات، ولم يحدث هذا. تأخير شهور ثم سنوات، ثم انهيار وإفلاس للشركات العقارية وتوقف أعمال البناء. بدأت بشركة إيفرغراند الصينية حينما جمعت مليارات الدولارات من المشترين عام 2021، وفجأة وقبل ميعاد الاستلام في عام 2023 توقفت كل أعمال البناء، بل أن العمال والموظفين اختفوا تماما، وما يزال المشترين يسددون الأقساط خوفا من عدم الحصول على شققهم. النفق المظلم. في يونيو الماضي قرر الصينيون عدم دفع الأقساط والخروج للشوارع بالآلاف في أكبر مظاهرة في تاريخ الصين الحديث كله، ينددون بالحكومة والرئيس والشركات التي سرقتهم. لن ندفع قروضنا العقارية، أصلحوا هذه الفوضى. لترد عليهم الحكومة بهجوم بالدبابات وقنابل الدخان، ويحدث تعطيم رهيب حتى في القنوات الأمريكية التي تخاف من غضب الصين عليهم. ومع توقف الصين في سداد أقساط العقارات ستحل اللعنة على الصين، وستخسر ما يقارب لل250 مليار دولار. وإن استمر الأمر هكذا سينهار كل شيء. لتدخل الصين النفق المظلم، ولكنها لن تدخل وحدها، بل أنها ستجر العالم كله إلى نفق مظلم
لا نعلم آخره.